أكبر ثروة يمتلكها أي شخص يصعب استبدالها هي خبرته. بيتر دراكر. لو انت موظف عندك خبرة كبيرة في مجال معين وعايز تبدأ بيزنس اونلاين لأي سبب، سواء كنت عايز تزود دخلك او كنت عايز تلاقي شغف جديد حتى في حياتك، او ان انت تسيب وظيفتك دي فيما بعد، فالفيديو ده ليك. لو انت خبير في شيء معين ومتخصص في مجال الناس بتحاول انها تشتغله، فغير منطقي تماما انك تبدا حاجه من الصفر، انك تبدا تتعلم حاجه من الاول. وارين بافيت قبل كده قال حاول تبدا باللي معاك، ما تبداش من الصفر. شوف الحاجات اللي عندك بالفعل وابني عليها. وقتنا في الحياه محدود ومش منطقي انك تبدا من الصفر وانت عندك حاجه ممكن تستغلها. صدقني انت محتاج تتعلم حاجات كتيره بجانب خبرتك وتخصصك في الشركه اللي انت شغال فيها، ولكن في شيء ممكن تستغله وهو خبرتك اللي انت بنيتها على مدار سنين. الفكره ان معظمنا ما بيقدرش الخبره دي لانه بيبقى شغال في تخصص معين في شركه معينه، بيبقى حواليه ناس متخصصه زيه. في ناس بتبقى اعلى او اقل منه في الخبره التقنيه، ما بقاش مقدر القيمه اللي عنده. مش هتفهم القيمه اللي عندك عند الناس الا لما تبدا تتكلم معاهم. انا ما حسيتش بموضوع الخبره اللي عندي وان انا ممكن استفيد منها الا لما بدات اعمل محتوى وبدات الناس تسالني عن حاجات كنت شايف انها بديهيه او حاجات ممكن يلاقوها بسهوله على الانترنت. الحاجات دي كلها انا كنت بص عليها انها بديهيه لاني بنيتها على مدار السنين، تعبت في ان انا اكتسبها، فكانت بالنسبه لي سهله. في نفس الوقت حتى لما بدات بزنس اونلاين كنت بعمل استشارات عن حاجات كنت شايف ان الناس بتدفع فلوس كتير عليها. هل معقول ان في حد ممكن يدفع ثمن استشاره مثلا 60 ل 100 دولار عشان يسالني في شويه اسئله ممكن الاسئله دي بشكل او باخر يوصل للاجابه بتاعتها؟ وادركت فيما بعد ان الحاجه دي مهمه جدا عند الناس، ولكن الفكره ان احنا بنبص على الخبره بتاعتنا او الحاجه اللي عندنا من الزاويه او من العدسه بتاعتنا. مؤخرا في ناس كتيره بدات تعمل محتوى، وحتى في ناس بدات تعمل نشر المحتوى بشكل كبير جدا بسبب الاي اي او الذكاء الاصطناعي. ودي المشكله الثانيه او الاعتقاد الخاطئ اللي بيقع فيه اي حد بيفكر ان هو يبدا بيزنس اونلاين وان هو يبيع خبرته. لو فكرت في الموضوع، لو انت شخص عندك سمنه وعايز تخس، صدقني سهل جدا ان انت تدخل على تشات جي بي تي تخليه يعمل لك دايت بلان. الدايت بلان دي تكون مناسبه لطولك ووزنك وروتين يومك. وحتى لو انت وصلت لمرحله انك وزنك ثبت، ممكن تسال تشات جي بي تي تعمل ايه وهيقول لك بالظبط تعمل ايه. فمنطقيا مفيش داعي للناس في 2026 انها تعين بيرسونال ترينرز او مدربين شخصيين او حتى مدربين اونلاين. بس الفكره ان الناس بتعين مدربين شخصيين او منتورز لاسباب اكتر من كده او لاسباب اهم من كده. الناس بتعين المدرب الشخصي عشان الشخص ده بيبقى عنده خبرات، الخبرات دي تشات جي بي تي مش هيعرف ينقلها له. بيبقى عنده اتصال شخصي مع الشخص اللي بيدربه، وبيعرف ان هو يحمسه، بيعرف ان هو يخليه يلتزم، بيعرف ان هو يشجعه. حتى لو انت مدرب شخصي في جيم مثلا، تشات جي بي تي مش هيخليك ان انت تتشجع ترفع وزن اعلى، او ان هو يدي لك حماس، او ان هو يتواصل معاك انسانيا ان انت تعدي بمرحله صعبه انت بتحس بيها. الذكاء الاصطناعي مش هيعمل كده. ولو انت شخص بيرسونال ترينر او منتور او بتقدم اي خدمه اونلاين وبتتصرف بالظبط زي تشات جي بي تي، فانت زيك زي تشات جي بي تي، فبالتالي هيتم الاستغناء عنك ومش هتلاقي فرصه ليك في المستقبل للاسف. دانكو قالها قبل كده، لو انت المحتوى بتاعك غير جدير بان هو يتعمل له نشر، او لو انا شفته ما حسيتش ان انا محتاج ان انا اشاركه مع حد انا عارفه، يبقى اذا المحتوى ده ملوش لازمه وزيه زي تشات جي بي تي. الوقت ده هو الوقت اللي لازم تدخل شخصيتك في البيزنس بتاعك، هو الوقت اللي لازم تفهم فيه كيفيه التواصل الانساني مع الناس، الوقت اللي البيرسونال براند او العلامه التجاريه بتلعب دور كبير جدا لسبب اساسي، وهو اننا كلنا لينا نفس المدخل على المعلومات. فاذا انا لو مدرب شخصي وانت مدرب شخصي واحنا الاثنين لينا نفس المدخل على المعلومه، فاللي هيفرق بيني وبينك او اللي هيخلي شخص يشتري مني وما يشتريش منك هو مين عارفني وقوه العلامه التجاريه بتاعتي. محتاج تعمل محتوى يكون فيه تواصل انساني مع الناس، تقول الحاجه بطريقتك وتضيف عليها خبراتك الشخصيه. وصدقني تشات جي بي تي مهما دربته ومهما فتحت بروجكت وعملت سبيس وقعدت تدربه وتقول له انت الاي كيو بتاعك 180، مش هيقدر ان هو يوصلك للنقطه دي. والنقطه دي هي اللي بتخلي حد يشتري منك وما يشتريش من حد تاني مشهور جدا وعنده فولورز كتير. الحقيقه انا شخصيا اعتمدت على تشات جي بي تي في بدايه الزهوه بتاعته، واول ما الناس بدات تتكلم عليه وكده في الكود وكمان في صناعه المحتوى او الكونتنت كرييشن، وخزني. واعتمادي الكامل عليه حسسني ان انا غبي، حسيت ان انا اصلا ما بفكرش، والكونتنت نفسه او السكريبت كان طالع باين ان هو من تشات جي بي تي. انا ممكن استخدم تشات جي بي تي في استخراج افكار او ان انا اعرف الترندات او اعرف حاجه معينه ممكن اتكلم عليها، ولكن السكريبت نفسه انا اللي لازم اكتبه وانا اللي لازم اتواصل فيه مع الناس اللي انا فاهمهم. ليه؟ لان انا مريت بنفس التجارب بتاعتهم زي ما هنتكلم في الفيديو ده. تشات جي بي تي لما يجي يكتب لك سكريبت بتاع يوتيوب ممكن يمشي على المبادئ بتاعه الكوبي رايتنج او الكتابه الاعلانيه، بيبقى فاهم السايكولوجي بتاعت الناس وكل حاجه، بس التكست نفسه بيبقى باين ان هو من تشات جي بي تي، وتقدر تقول ان هو من تشات جي بي
NFT لانه ما فيهوش اي تواصل انساني مع الناس. طيب ازاي تكون مختلف وتخلي الناس تشتري منك دونا عن شخص تاني؟ اللي هقوله لك في الفيديو ده ممكن يساوي فلوس حرفيا، لاني اتعلمته بالطريقه الصعبه وخسرت فلوس ووقت علشان اتعلمه، فانا هقوله ليك. وحتى لو كان الكلام يبدو نظري شويه، بس صدقني هيبقى في معنى كتير وهتعرف كده لما تطبقه. هقول لك على الطريقه اللي هتخليك ان انت تعمل فلوس من تعبيرك عن افكارك بدون ما تبقى قلقان من المنافسه او من موضوع استبدالك بالاي اي او الذكاء الاصطناعي. علشان نعرف ازاي نخلي الناس مختلفين والناس ازاي تشتري مننا، خلينا نحلل معظم الناس بتعمل ايه بالظبط. معظم الناس بتركز على المظاهر بشكل كبير، بتركز على ان الايديتنج او التعديلات بتاعه الفيديوهات تكون احترافيه بشكل كبير، يكون الكاميرا نفسها الكواليتي بتاعتها عاليه، تكون بتتكلم بشكل معين، تقعد تعمل حركات بايديك. بيبقى الموضوع كله مظاهر اكتر من الفاليو او الحاجه اللي انت بتقدمها. ممكن تكون بتقول معلومات تقنيه مهمه ولكن بتبقى مفتقد لحاجتين. اول حاجه العمق الانساني، انت مش فاهم الشخص ده بيمر بايه بالظبط، مش عارف الشخص ده ممكن يشتري منك ازاي، وحتى لو عرفت ما تبقاش عارف ازاي تخليه يشتري اصلا. بعد ما يتفرج عليا هوصله لحد فين. معظم الناس بتهمل اهم جزء وهو الشخصيه او العلامه التجاريه بتاعتك، وهي دي الحاجه اصلا اللي بتخلي الناس تشتري. لان خلينا نكون متفقين، الناس بتشتري بعواطفها مش بعقلها. اذا لو كل الناس بتعمل كده فانت المفروض تعمل العكس. وما اقصدش بالعكس بان انت تشتري كاميرا تعبانه او ان انت ما تهتمش بالايديتنج او ان انت ما تعينش حد يساعدك او الكلام ده كله. بالعكس، اللي اقصده بالعكس هو ان انت ما تركزش على الحاجات دي قبل المحتوى نفسه اللي انت هتقدمه، وتبقى عارف انت بتتكلم في ايه. للاسف موضوع الاهتمام بالجوده بتاعه المحتوى وبالمناظر والكلام ده كله سام جدا، لانك لما بتهتم بالموضوع ده بتبدا ان انت يجي لك فيوز او مشاهدات، وبتبدا الناس الغلط بتعمل لك فولو. بتلاقي واحد عنده 2 مليون و3 مليون فولور، الريل بتاعه ممكن يوصل ل 200,000 و300,000 لايك، كومنتس كتيره، جاب فلوس قد ايه ولا حاجه. الفكره ان الناس اللي بتنجذب بالنوع ده من المحتوى هي ناس مدمنه للدوبامين الرخيص. الناس دي بتبقى عايزه تشوف حاجه جديده، مهتمه بالايديتنج، شايفه ان الايديتنج بيجذب انتباهها بشكل كبير، فانت بتجيب العملاء الغلط. وللاسف كل ما الفيوز بتزيد بتحس باشباع عندك، وبتبقى عايز تكرر العمليه دي اكتر من مره. بتدمن الفيوز مع انك ما بتعملش اي فلوس. النوعيه دي من المتابعين غير مهتمين تماما بالمنتج بتاعك ومش هيشتروا، مش هيفيدوك باي شيء. وفي الاخر انت بادئ الموضوع ده عشان تكسب، انت مش بادئ الموضوع ده عشان تبقى انفلونسر وتجيب فيوز وتجري ورا الترند وخلاص. الخطوات بالتفصيل. اول حاجه تلاقي اليو في بي، اليونيك فاليو بروبوزيشن. ايه الحاجه اللي عندك اللي هتخلي الناس انها تتفرج عليك؟ الموضوع ده شرحته بشكل مفصل في فيديو، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في اسفل الفيديو. تعمقت شويه في الموضوع ده، مش عايز اطول واقول نفس الحاجات تاني، بس انت محتاج تعرف ايه قيمتك المميزه او الحاجه اللي الناس هتتابعك علشانها، ولازم تبقى مختلف. وعلى فكره مش لازم تكون حققت شيء استثنائي، بس الناس لازم تكون عارفاك بحاجه معينه. على سبيل المثال، انا اول ما بدات كنت بتكلم في موضوع الفتنس مثلا، فكنت بتكلم زي كل الناس. ما بداتش الناس تعرفني الا لما بدات ادخل مهنتي الاساسيه في الموضوع، ان انا سوفت وير ديفلوبر، وان انا دخلت بطوله، وان انا مثلا عملت جسم معين، كنت باخد هرمونات وبعد كده وقفت، وازاي بدات اتجه نحو اهتمام بصحتي والكلام ده كله. فالموضوع ده خلى فيه يونيك فاليو عندي، فالحاجه دي خلت الناس تتابعني. على سبيل المثال مثلا في المنتور شيب بتاعتنا كان معانا مهندس احمد مصباح، حددنا اليونيك فاليو بروبوزيشن بتاعته بان هو شخص كان في مصر، ممكن المجموع بتاعه في الثانويه العامه ما كانش اعلى حاجه، بس قدر ان هو يجيب منحه لامريكا، طلع درس في امريكا وبعد كده اشتغل داتا اناليسيس مثلا او داتا اناليست. فالحته دي يونيك عنده او مميزه عنده، فهتجذب نوعيه معينه من الناس هتبقى عايزه انها توصل للنقطه بتاعته. فانت محتاج تلاقي حته مميزه عندك. فهنا بتيجي اهميه البوزيشننج او ان انت تحط نفسك في موضع الخبير. اول سؤال اي حد هيساله في الفيديو بتاعك، واكيد السؤال ده انت سالته لنفسك، انا هتفرج عليك ليه؟ انت ليه بتقول لي اعمل الحاجه دي؟ انت قدمت ايه قبل كده او عملت ايه قبل كده؟ فانت لازم ترد على السؤال ده بان انت بتعمل بوزيشننج لنفسك. يعني انا مثلا قدرت ان انا ادخل في مجال السوفت وير واشتغلت في مايكروسوفت. لو انت بتساعد الناس انها تدخل مثلا في مجال السوفت وير او بتقدم كورسات معينه او كورسز معينه، لو انت مثلا شخص بتقدم استشارات بتاعت هجره، فانا هاجرت مثلا لمكان معين. فانت بتحط نفسك في موضع الخبير بدون تعالي وبدون ما تفهم الناس انك بتتفزلك عليهم. تيجي هنا اهميه الكوبي رايتنج او الكتابه الاعلانيه، ازاي تكتب سكريبت بشكل استراتيجي. ولذلك الموضوع ده مهم جدا، وبينقلنا للنقطه الثانيه وهي الكوبي رايتنج. ازاي تكتب سكريبت بان انت تحط نفسك في موضع خبير، ما تحسسش الناس ان انت متعالي عليهم، بس تخليهم يحترموك. في نفس الوقت تبقى فاهم ازاي تبدا السكريبت بتاعك، ازاي تخلي الناس تكمل السكريبت، وازاي تبيع لهم في الاخر. الموضوع ده احنا عاملين له برنامج كامل، برنامج كوبي رايتنج اند بيرسونال براند ماستر كلاس، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن لاي حد مهتم. فمحتاج ان انت تفهم كوبي رايتنج، سواء بقى تشتري البرنامج بتاعنا او هتذاكر كوبي رايتنج من اي حته. فانت عشان تبقى فريد وعلشان تبقى مميز لازم تبقى فاهم كوبي رايتنج، لان اغلب الناس مش فاهمه كوبي رايتنج. الحاجه الثالثه لازم تبقى فاهم سيكولوجيه الناس، وفاهم الناس اصلا ايه اللي بيخليها تشتري، يعني ايه اللي هيخلي شخص ان هو ينفر مني. وعلى فكره الموضوع ده بيتجدد. زمان كانت ممكن الناس تشتري منك لمجرد ان انت مثلا راكب عربيه فراري ممكن تكون مأجرها، دلوقتي الناس بقى بتنفر من الموضوع ده. ففكره ان انت اصلا تقعد تتفزلك وكده دي مش فكره جيده دلوقتي. فنفسيه الناس نفسها ومدى استيعابها بيزيد، فلازم تبقى ابديتد دايما وتعرف ايه اللي بيأثر حاليا في دماغ
دماغ الناس، فلازم تبقى على علم بالترندز وايه الجديد وايه اللي بيأثر في حياه الناس، فلازم تبقى متابع دايما الاخبار، فانت لازم تبقى فاهم علم نفس بشكل بسيط جدا. لو قدرت ان انت تحدد الحاجات دي هتبقى عارف انت بتعمل محتوى ليه، انت عارف ازاي الناس بتشتري وازاي هتوجهها انها تشتري. هدفك النهائي هو ان انت تظهر لناس الناس دي عايزها انها تتابعك وفيما بعد تشتري منك. هدفك النهائي انك تظهر لنفسك او للاصدار بتاعك من سنتين. ليه؟ علشان لو الشخص ده شافك، اللي هو الشخص اللي هو انت من سنتين شافك، هيبدا ان هو يستهلك المحتوى بتاعك، هيدخل على البروفايل او الشانل بتاعتك، ولو لقى ان المحتوى نفسه هو اللي عايزه هيعمل لك فولو. وهنا الغلطه اللي معظم الناس بتعملها. في ناس كتيرة بتبدأ تعمل محتوى وبتوقف قبل ما الخطوة دي تتم، قبل ما الناس تاخد قرار انها تتابعها وتدخل على الخطوة التانية، وهي ان الناس دي تبدأ تتعود عليها ويبقوا وورمد اب زي ما بيقولوا، او يبقوا سخنانين او جاهزين ان هم يشتروا منهم. الفكرة ان لو حد عامل لك فولو هو بيبقى جاهز ان هو يشتري منك، بس محتاج شوية ثقة، شوية اطمئنان، عايز يحس بالامان انه مش هيضيع فلوسه في الفاضي. الغلطة بقى اللي معظم الناس بتعملها انها بتوقف قبل ما الناس تاخد قرار الشراء. ففي ناس كتيرة بيبقى صبرها قليل بانها بتوقف في المرحلة الاولى قبل ما الناس تعمل لها فولو اصلا، يقول لك مفيش حد بيعمل لي سبسكرايب، في فيوز بس مفيش سبسكرايبرز، مفيش فيوز اصلا، فما بيصبرش. او الحاجه الثانيه بيستسلم قبل ما الناس تاخد قرار الشراء. لازم تبقى فاهم ان مفيش حد هيقول لك انت هتجيب اول عميل امتى، بس لازم تبقى فاهم برضو ان 99% من الناس بتوقف قبل ما تنجح. طيب هتخلي الناس دي تلاقيك ازاي؟ اسهل حاجه خالص انك تعمل فيسبوك ادز وتبدا تعلن عن المنتج بتاعك. لو عملت فيسبوك ادز مش هينفع ان انت تبيع منتج مثلا، لو كان هدفك $2000 مش هينفع تبيع منتج مثلا ب $500 من فيسبوك ادز وانت اصلا مفيش حد شاف شكلك قبل كده. الموضوع ده ليه 3 مشاكل. في الاول المشكله الاولانيه ان سمعه الفيسبوك ادز اصلا مضروبه بالنار، واي حد بيظهر على الفيسبوك ادز بيبقى بشكل ما يعني الناس واخده عنه فكره ان هو حرامي، مع ان هو ممكن ما يكونش حرامي، يعني ممكن يكون شخص عايز يزود مبيعاته وما فيهاش اي حاجه، او بيدفع لاعلانات مدفوعه. دي اول مشكله. المشكله الثانيه ان انت مش هتقدر تبيع منتج اكتر من $50-$60، لانك لو بتبيع منتج مثلا ثمنه $400-$500 فانا ايه اللي هيخليني ان انا اروح اشتري انفو برودكت او منتج بتاع معلومات منك انت وانت اصلا ما فيش حد عارفك، وما اروحش اشتري من واحد تاني اشهر منك. فدي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه ان انت وانت لسه بادئ انت اصلا ما عندكش خبره في موضوع صناعه المحتوى، فتلاقي نفسك مش فاهم اصلا ايه الاد كرييتيفز اللي هتشتغل، اللي هيبقى السي تي ار بتاعها عالي او الضغط او فرصه الناس تضغط عليها عاليه، فهتبقى بتعمل محتوى بتجرب بفلوس، انت عمال تدفع فلوس على الارض وبتجرب، ويا اما يصيب يا اما يخيب. فهتوصل لمرحله ان انت بتدفع اكتر من اللي بيجي لك لو جالك حاجه اصلا، او لو كنت محظوظ هتبقى واصل لبريك ايفن، او ان انت اللي بيجي لك على قد اللي رايح، فهتلاقي نفسك ما بتكسبش اي حاجه. فممكن واحد يفكر يقول لك طب انا هجيب كوبي رايتر او حد يكتب لي السكريبتات او اجيب حد يصور لي كمان، برده مش منطقي لانك لسه بتبدا، ولو انت بتبدا بيرسونال براند فلازم تكون قايمه عليك، فانت مش عايز تجيب اديتور وكوبي رايتر والكلام ده كله في الاول، مش عايز تكلف نفسك فلوس حاجه انت لسه بتبداها لسه بتجربها. فالحل وعايزك تركز معايا زي ما قلت مع الانتشار بتاع الذكاء الاصطناعي وفكره ان اي حد بينشر محتوى وبيقدر ان هو ينشر عشرات الاضعاف من المحتوى وهيعديك في حته الكوانتيتي او العدد، هو ان انت تبقى فريد، تبقى مختلف عن الاشخاص التانية، تبقى مختلف عن واحد بيعمل سكريبتات او بيكتب سكريبتات بالذكاء الاصطناعي. وفكره انك تكون مختلف دي حاجه جيده لانها مش هتكلفك اي فلوس، محتاج انك تكون على طبيعتك وتقول خبرتك الشخصيه. وصدقني رجوعا للنقطه بتاعه اليو في بي او اليونيك فاليو بروبوزيشن، كل واحد اشتغلت معاه سواء كان في الكورس او المنتورشيب، بالمناسبه كل التفاصيل تحت في الديسكربشن، كان عنده يو في بي، كان عنده حاجه مميزه ممكن يتكلم عليها. الفكره كلها زي ما قلت سابقا ان الشخص نفسه بيبقى باصص لحياته والخبرات اللي عنده من الزاويه بتاعته هو والعدسه بتاعته هو، بيبقى شايفها حاجه عاديه، بس لو جيت حكيت الخبرات بتاعتك لحد تاني هينبهر. فانت عندك حاجه مميزه، الحاجه دي الناس هتشتري منك علشانها لو انت عندك الحاجه الاساسيه وهي الخبره اللي الناس عايزه تتعلمها. النقطة التانية ودي مهمة، محتاج ان انت ما تكونش متخصص قوي ولا متعمم قوي. يعني في ناس كتيرة صناع محتوى بينصحك بيقول لك حاول انت تكون متخصص وتنيش داون زي ما بيقولوا، يعني بيقول لك حاول انت تنيش داون او تبقى بتدرب مثلا ناس سنهم من 20-30 سنة قاعدين في استراليا وقاعدين في مدينة معينة عشان تبقى انت بس ماسك الحتة دي. فالموضوع ده انا شايفه عيب وانا جربته شخصيا. الفكرة كلها ان انت بتحط نفسك في منافسة اكبر لانك بتدخل نفسك في زاوية ضيقة وبتسيب عدد تاني انت ممكن تستفيد منه، لو هم الناس اللي فوق ال30 مثلا او اللي قاعدين في كندا على سبيل المثال. المشكلة التانية ان انت لو كنت متعمم بشكل زائد هتبقى بتكلم كله وبتحاول ترضي كل الناس، فهتجذب ناس غير مهتمين بالمنتج بتاعك وهتلاقي نفسك بتهلك وقت كتير مع ناس مش مهتمه اصلا. وخليني ادي لك مثال من تجربه شخصيه. احنا كان عندنا منتج او مش عندنا منتج، احنا عندنا منتج حاليا ب $250، فانا كلامي كله كان في الاد كرييتيفز وفي المحتوى بتاعي عن البيزنس الاونلاين بشكل عام. فلما كنت بحاول ان انا اكون برود او ان انا اكلم كل الناس المهتمه بالبيزنس الاونلاين، كان بيجي لي ناس مهتمه بالدروب شيبينج وناس مهتمه بالاس ام اي او سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسيز، كل حاجه تقريبا. فالناس دي كانت بتهلك مننا
عندنا وقت بان احنا بندخل ميتنجز معاهم نقعد نشرح لهم البيزنس بتاعنا، لان احنا في الاد كرييتيفز مش محددين بالظبط احنا بنتكلم مين، ناس انها صغير ما عندهاش خبره اصلا فمش فيت خالص البروجرام او البرنامج بتاعنا. والحاجه الثانيه كنا كمان بنضيع فلوس في الادز لان احنا كنا بنعمل راننج لادز، فدي مشكله احنا شخصيا واجهناها. لما بدانا ننيش داون شويه في بيزنس الخبرات بدات الدنيا تبقى افضل. في نفس الوقت احنا مش متخصصين قوي، وانا اقصد باحنا التيم اللي معايا وفي نفس الوقت انا، لاني انا مهتم بحاجات تانية، مهتم بالانتاجيه ومهتم بالسفر وكمان مهتم بالسوفت وير ومهتم بالفتنس ومهتم بكذا حاجه تانية. فانا بتكلم في الحاجات دي كلها على القناه بتاعت قناه اليوتيوب مثلا بتاعت احمد الحديد الاساسيه للناس اللي عامله فولو، والقناه الثانيه بتاعت التيك توك. فعندي اودينس كتير مهتمين بالحاجات اللي انا بتكلم فيها، بفلتر من الاودينسز دول الناس اللي مهتمه بالبيزنس اونلاين وتحديدا بيزنس الاستشارات. فاللي عايز اوصله لك حاول تلاقي حاجه وسط، ما تكونش متعمم قوي ولا متخصص قوي. ممكن تكون دكتور وتكون مهتم بالانتاجيه وفي نفس الوقت بتتكلم مثلا عن السياسات بتاعه العالم على سبيل المثال، وبتدخل الموضوع ده في الحته بتاعتك بتاعه الطب، ازاي السياسات بتاعه العالم مثلا بتاثر على موضوع الطب والكوفيد ومش عارف يعني ممكن تتكلم في حاجات زي كده. لو انت فيتنس ترينر ممكن تدخل الموضوع في السايكولوجي، ان انت ازاي الفيتنس مثلا بيساعد الناس على انها تكون افضل. فانت هتلاقي طريقه ان انت تبقى وسط. فهي دي الحته اللي انا عايز اوصلك ليها. في حاله مقدرتك على ان انت تبقى الناس عارفاك بحاجه، يبقى احمد الحديدي ده هو الشخص بتاع التك والسفر، وفي نفس الوقت عنده اراء خاصه بالسياسه او باي حاجه تانية. ما بتكلمش في السياسه بس حاجات تانية وكده، وانا بحبه عشان الاراء دي سواء كانت في الدين مثلا، في الثقافه، في اي حاجه، في طريقه التفكير، في الانتاجيه، في السايكولوجي. فانا غالبا وخلي بالك الناس بتشتري عشان خاطر الحاجات التانية دي، لانها في تقارب فكري ما بينكم، والشخص ده بيحس ان انت قريب منه، مريت بالحتت اللي هو مر بيها. فهيعرف منين لما انت تتكلم في الموضوع دي وتبدي ارائك فيها وبتتكلم عن الخبرات بتاعتك في نفس الوقت. فالشخص ده بيحس ان هو انت بعد سنتين ثلاثه، فبالتالي بيشتري منك. الشخص ما بيشتريش منك عشان خاطر ان انت جاهز، الشخص ده مرتاح لك نفسيا ومقتنع بيك بعواطفه اكتر من عقله. لو وصلت للنقطه دي فانت جاهز للمرحله الاخيره، وهو ان انت تعمل درافت او تجهز اول منتج ليك او اول خدمه ليك وهي الاستشارات. وعشان كده انا عملت الفيديو اللي هيظهر لك بعد ده. لو في اي حد عايز يشتغل معايا بشكل شخصي عشان نبني البيزنس بتاعه من الصفر لحد ما يعمل اول 1000 و2000 دولار اونلاين من خبرته، حط تحت خبرته دي 100,000 خط، لان احنا يعني بنشتغل مع الناس اللي عندها خبره بس، الناس اللي عندها خبره في مجال معين، الناس التانية عايزه تتعلمها. احنا ما بنشتغلش مع اي حد وبناخد فلوس وخلاص. فممكن يسجل بياناته في الفورم الموجوده اسفل الفيديو، وهنتواصل معاك باذن الله وهنقول لك على التفاصيل. اتمنى ليكم كل التوفيق، ما تنسوش الفيديو اللي بعد ده، واشوفكم على خير.